سلام ومرحبا بكم في بودكاست مرايتي. أنا فاطمة وكنشارك معكم النظرة ديالي لجوانب مختلفة في الحياة، لأنه بنظرة صغيرة وصادقة في مراية أفكارنا نقدروا نحلوا باب تغيير كبير. غنبدا معكم هاد الحلقة الأولى بواحد الرحلة في الخواطر ديالي. واحد النهار قريت جملة شدتني بزاف: أنت لست أفكارك. وشفت في مرايتي وتساءلت، واش بصح أنا ماشي أفكاري؟ إذا شكون أنا؟ واش أنا الجسد اللي عايشة فيه؟ فرجعت وتفكرت واحد المرحلة في حياتي كنت متجاهلة فيها عقلي وأفكاري، وكان كل شي واقف. فكان الجسم ديالي كيعاني من مرضى مورا مرضى، كنت كسولة، الوزن ديالي بدا كيتزاد بزاف، كنت كناكل أي حاجة في أي وقت ونعس في أي وقت، وحتى حاجة ما كتمشي مزيان. والحياة في ديك المرحلة كلها واقفة، يمكن كانت تراجع اللور شي لحظات. وهذا الشيء اللي خلى المشاعر ديالي ما كانوش مستقرين، طالعين وهابطين. نهار كان كيدوز زوين ونهار العكس ديالو تماما. وقلت يمكن انا ماشي غير جسد، يمكن انا هي مشاعر. ودونك الا كنت مشاعر فما يمكنش نبقى مستقره، وحياتي غتكون بحال شي زعلوله كل مره في واحد الاكستريم. وحتى هذا الجواب ما قنعنيش، فبديت كنفكر يمكن انا شي حاجه اعمق من افكاري وجسدي ومشاعر ديالي. يمكن انا هي الروح. والا كنا فعلا مخلوقات روحانيه، واش هادشي كيعني ما خصناش نفكروا، ما خصناش نحسوا، ما خصناش نعيشوا في اجسادنا؟ ومن بعد واحد المده اكتشفت ان السر هو انا، توازن بين العقل، المشاعر، الجسد والروح. وهنا عاودت شفت مرايتي وقررت انني نبدا نعطي من وقتي ومن اتونسيون لكل واحد من هاد الجوانب اللي كيشكلوا عجله الحياه وبيهم كتمشي متوازنه. وبديت كنعامل راسي واي حاجه كنواجهها بنظره شموليه او ما يسمى بالهوليستيك ابروش. فمن هذه النقطه قررت انني نبدا نشارك معكم تجاربي وخلاصاتي كل مره في جانب من هذه الجوانب، باش نتعاونوا مجموعين ونوصلوا للتوازن الرباعي اللي هو جوهر الوجود الانساني.